اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى أهله وأصحابه أجمعين. هنعمل مع بعض النهاردة أجمل شوية بانيه. هنعملهم بالكنافة. طبعا هي مش الكنافة مش حلو بس، وهنستعملها حادق كمان. زي ما انتوا شايفين معايا البانيه، زي ما انتوا شايفينه كده معايا بعد ما اتحمر. طبعا هنخش دلوقتي معاكم وهوريكم هنعملوه ازاي. طبعا البانيه طالع معانا مستوي ومقرمش، والطبقة ماسكة عليه ما فكتش منه ولا حاجة، والبانيه مستوي من جوه اهو، والطبقة طالعة مقرمشة، وكمان اللحمة بتاعت الفراخ مستوية وبيضة طبعا زي فينا معاكم، والطبقة طبعا مفكتش من عليه. هو كده مستوي معانا. هنبدأ بقى نخش على الفيديو ونشوفه مع بعض هنعمله ازاي. طبعا دي كمية الكنافة، بتكوني حطها في الفريزر وتروح تفرميها، تحط عليها بقى معلقة كركم ومعلقة ملح وفلفل وبهارات فراخ. دي الكنافة انا بوريها لكم بعد ما فرمتها في الكب، او طبعا هتفرموها بايديكي. هنقلب كل الخليط زي ما انتوا شايفين كده، وهنبدأ بقى نجيب البانيه بتاعنا اللي احنا كنا متبلينه ونغلفه فوقيه. طبعا البانيه ده انا متبلاه، كنت ضربه له بصله وملح وفلفل وبهارات فراخ. كل ده كنت ضرباه في الخلاط، واخدت الميه بتاعته وتبلت بيها، عشان طبعا لو في تفل بصل هيلزق معاك على البانيه. هنبدا بقى ناخد البانيه من الخليط اللي احنا عاملينه، انا مش هحط له بيض ولا حاجه. هناخد كده في الكنافه، وهتبداي تضغطي عليه بايدك، وهتبداي بقى تشيليها وتنفضيها تنفيضه بسيطه عشان لو عليها اي حاجه زياده من الكنافه تطلع معاكي. زي ما انتوا شايفين انا بوريكم سمك البانيه، لا هو تخين ولا هو رفيع، عايزين القطعه تكون متوسطه. انا بوريها لكم زي ما انتوا شايفين كده. هنبدا برضو ننزل بيها في الكنافه اللي احنا فرمينها برضو ومتبلينها، وانت بتضغطي التك عليها كويس عشان الطبقه بتاعت الكنافه تمسك فيها، او الطبقه اللي هتعمل لك الطبقه الكريسبي تمسك معاك وما تفكش منك في الزيت. زي ما انتوا شايفين انا بوريها لكم، احنا بنعمل نفس الكميه كلها بنفس الطريقه. هتخلصي كل الكميه وبعد كده تروحي تحمري. كده خلاص انا خلصت كل الكميه، غلفت كل الكميه اللي معايا بالكنافه. كده حطيت الزيت على النار لحد ما سخن. طبعا احنا مش عايزين الزيت يكون سخن جامد عشان ما يحرقوش معانا ويكون لسه مستواش. احنا عايزين يكون سخن، بس مش سخن لدرجه اللي هو يحرقه معانا من بره ويبقى ناي من جوه. هنبدا بقى ننزل بالبانيه اللي احنا غلفناه، وحاول ما تقلبيش البانيه كتير عشان ما يفكش معاكي في الزيت. كده خلاص بدأ ياخد معانا لون ذهبي. هنبدأ بقى نقلبه. هتقلبيه لحد ما ياخد برضو معاكي اللون الذهبي من الجنب التاني برضو. كده خلاص اخد مننا اللون الذهبي. هتبدأي تطلعيه بقى بعد ما خد اللون الذهبي اللي احنا عايزينه وكمان استوى معانا. هنبدأ بقى ننزل ببقية الكمية لحد ما نخلصها مع بعض. كده خلاص نزلت بالكمية التانية. زي ما قلت لك في الأول ما تخليش الزيت يكون جامد لدرجة اللي هو يحرقه معاكي من بره ويكون لسه ما استواش من جوه. وده شكله معانا بعد ما خلصناه. طبعا هتحمري معاه بطاطس زي ما انا محمره كده، او تعملي بقى معاه شويه مكرونه، تعملي معاه شويه رز حبه وحبه او رز بالشعريه، وبألف هنا والشفا، وهيطلع معاكي في منتهى الجمال. ويا رب الطريقه تكون سهله وبسيطه وتجربوها. وما تنسوش اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد.